السلام عليكم ومرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحه جيده، ويلقاكم هذا الفيديو وانتم على خير ان شاء الله. الصلاه والسلام على خاتم الانبياء والرسل محمد صلى الله عليه وسلم. الوصفه تاعنا تاع اليوم هي طاجين الزيتون. بسم الله، نروحوا للمقادير وطريقه التحضير. هنا في طنجره ندير شويه زبده وشويه زيت. هكذا طاجين الزيتون لازم نطيبوه بالزبده. ندير الطرف تاع الدجاج اللي عندي هكذا، ونحاول نقلي هذوك الاطراف تاع الدجاج اولا. هكذا لازم الاطراف تاع الدجاج هما نحطوهم الاولين، نقلوهم مليح هكذا باه يجي هذا الطاجين تاع الزيتون يجي بنين. هكذا نحاول نقليهم مليح حتى كامل يتقلاو ويدو هذاك اللون تشوفوا هنا يتحمروا. ذاك الوقت نضيف هنا عندي حبه تاع بصل راني مقطعتها رقيق ولا طحنوها في الاشوار. انا كنت استعملت هذا البصل يعني ما طحنتوش في الاشوار يذوب بالخف. من جهه واحده اخرى الكميه تاع الزيتون تاعي راني دايرتها في كسرونه، دايرت لها الماء ومخليتها تغلي. انا نغلي الزيتون 2 خطرات باه نحيلو هذيك الملوحه. نغليه المره الاولى نقيس له الماء ومن بعد نزيد نعمر ماء واحد اخر نخليه يغلي للمره الثانيه هكذا باه تروح له الملوحه اللي فيه. نولوا للطنجره تاعنا هنايا بعد ما تقلى هذاك الدجاج وتقلى هذاك البصل. ضفت التوابل اللي هما درت الملح، فلفل الكحل، كركم، درت شويه زعفران. هكذا الزيتون تجي المرقه تاعو صفراء. نقلي مليح ومن بعد نضيف هنا كميه نتاع الزرنديه ندير كميه مليحه في طاجين الزيتون، ولكن لما حبيتوش يعني زرنديه تقدروا ديروا غير حبه هكا ولا ما ديروش كامل. نقلي هذيك الزرنديه مع الدجاج ومن بعد نضيف الزيتون تاعي هنا بعد ما شللته مليح نضيفه ومن بعد نمرق هنا قيس ما يتغطى لي هذاك الزيتون هكذا، ونغطي على الطنجره تاعي ونخلي الطاجين هذا كيطيب. بعد ما يعني تشوفوا هذاك الماء نتاع الزيتون نقص هنا كل حاجه طيبه عندي. خاصة يعني كي قليناه مليح تقريبا طيبناه نص طياب، خاصة يعني راقبوا زرندية. هنا كي الزرندية تاعكم الطيب هذاك هو، يعني الزرندية هي اللي تدي مدة طويلة في الطياب. هنايا بعد ما طاب الطاجين تاع الزيتون تاعنا نسقوه بهذه الطريقة، ومن بعد هذوك الاطراف تاع الدجاج انا نديهم نحمرهم في شويه زبده وشويه زيت هكذا باه نعطيهم بالنشابه ونعطيهم منظر شباب. نحطوهم هكا ونضيف شويه معدنوس بالفوق هكا يعطينا منظر شباب. وهذه هي الوصفه تاعنا تاع اليوم. ان شاء الله تكون نالت اعجابكم ونالت رضاكم، والى الملتقى مع وصفه جديده ان شاء الله. ما تنسونيش بالجيم والاشتراك في القناه، ومع السلامه الى وصفه اخرى ان شاء الله.